تعرفي انك حرام انك تلبسي لبس لونه اسود؟ طبعا ده في حالة واحدة مش في كل الحالات. لما تلبسي اسود حزنا على حد وتتجاوزي بيه فترة الحداد يبقى حرام عليك تلبسيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني لما حد بيموت قريب منك انت بتعملي عليه حداد. من مظاهر الحداد انك بتلبسي اسود حزنا عليه. لو اي حد من القريبين منك ما ينفعش تحزني عليه بلبس الاسود فوق 3 ايام. الا الزوج مدة الحداد عليه بتبقى 4 أشهر و10. لو تجاوزت المدة دي في لبس الاسود بيبقى حرام عليك. طيب لو انت لابسه الاسود مش عشان حزن انما عشان شايفاه اللون الانسب ليك وشايفاه استر او بتحب اللون ده، ساعتها ما يبقاش حرام عليك تلبسيه. انا بتكلم عن واحدة لابسه الاسود وتخطت بيه مدة الحداد ونيتها ان هي لابساه حزن. في بعض النساء لما جوزها بيتوفى او ابوها بتفضل سنة لابسه الاسود. في بعض البلاد بيعايروها لو قلعت الاسود قبل السنة دي. الكلام ده ضد احكام الشرع وضد اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الفقه مظاهر تانية للحداد والحزن على الميت بالنسبة للمرأة. هي باختصار البعد عن كل زينة تتزين بها المرأة حتى لو جوه بيتها. لو انت عايزة فيديو نتكلم فيه بتوسع عن احكام الحداد للمرأة اكتبي في التعليقات. اوعي تنسي توصلي الفيديو المهم ده لغيرك. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اغلبكم شاف الولد الشاب اللطيف ده. بعض منكم كتب كومنتات عليه سلبية كان فيها هزار، اللي يقول امير المدمنين واللي يقول خرج وكأنه يمشي وذهب وكأنه يرجع وحاجات زي كده. عايز اوجه رسالتي للشاب نفسه. نيتك سليمة، انت بتحلم ان انت تكون خطيب، نفسك ترتقي المنبر. محتاجة حاجتين. الحاجة الاولى انك تتعلم، تشتغل على نفسك في القرآن، تشتغل على نفسك في العلم، اللغة العربية كده، دي اهم حاجة. الحاجة التانية انك تكون نفسك، بلاش ابتذال، بلاش افوره. ده مش تون صوتك، تون صوتك هيبقى احلى بكتير. دي مش طريقتك هتبقى احلى بكتير. الافوره والابتذال في الطريقه هيأخرك مش هيقدمك. سيبك من التعليقات. بكره لما انت تبقى قوي ولما انت توصل لهدفك كل الناس هتحبك وكل الناس هتقتنع بيك، بس انت تاخد بالاسباب وبالفعل تمشي بخطوات. الحاجه التانيه بقى، كل حد رماله كومنت هزار سخر منه، سخريتك يا حلو هتوقف لك يوم القيامة، هتكون موجودة في ميزان سيئاتك. هتيجي قدام ربنا والشاب ده هيجي وهياخد من حسنات. حتى لو أداؤه مبتذل قدم له النصيحة بالراحة مش بالسخرية. ده طفل، ده طفل غلط، أفور، عمل كل حاجة. عايز منه إيه؟ طفل. راحة، بالراحة يا جماعة. الناس احنا مش عايزين نكسر الناس. ليه؟ عندنا شهوة كسرة الناس. دايما بقول يا رب استرني على بتوع الميديا. ممكن في اي لحظه كده تلاقي ليك كلمه اتاخدت بقوا يسخروا منك دمروه. اسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم عن الناس دي. ويا ريت النصيحه دي توصل للشاب الجميل ده. مع السلامه. الله يرحم دكتور احمد عمر هاشم، رئيس جامعه الازهر الاسبق ودكتور الحديث في جامعه الازهر وعالم الحديث الكبير. الله يغفر له ويسامحه ويسكنه فسيح جناته. لو عندنا نمل كتير في البيت ده معناه ايه؟ معناه اللي انتم محتاجين ترشوا، نظفوا شوية. في ماتش مهم جدا النهاردة بيقولوا بين مصر وبين جيبوتي. الماتش ده الساعة 7 بالدقيقة. أنا ملاحظ كده إن أغلب الماتشات بتكون تقريبا في وقت الصلوات. أنا عايزك تعرف إن ده اختبار من ربنا ليك. ربنا بيحطك في اختبار. هو أنت بتحب الكورة والماتشات أكتر من إن أنت تقابله في الصلاة؟ لا، أنت بتحب لقاء ربنا أكتر من أي حاجة حتى لو بتحب الماتشات. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. متابعة الكورة مش حرام ولا مكروهة حتى مادام هي مش بتشغلك عن ذكر الله. اتفرج على الماتش زي ما انت عايز، لكن اول لما تسمع الله اكبر لبي نداء الله. تاني لما هتعمل كده هيكون في حلاوة في قلبك اللي هي بيسموها حلاوة الايمان. حتى لو نازل وقت الصلاة وانت متألم وجاي على نفسك، ده دليل انك بتقدم محبة الله واوامر ربنا على اي حاجة تانية. فاضل وقت بسيط لحد ما الماتش يبدأ، وانا عايز الفيديو ده يوصل للشباب قبل موعد الماتش. لما تيجي اذان العشاء يكون اي حد ساب الماتش ونزل يصلي العشاء في المسجد في ميزان حسناتي وحسناتك ان شاء الله.
أنا بكره طفولتي جدا، شايف إن هي كانت طفولة حزينة وكئيبة. كل ما أتذكر أي موقف من طفولتي بحس بخوف بقلبي وبرد كده. أقسم بالله أنا بصور الفيديو ده وأنا حاسس بخوف، مع إن طفولتي ما كانش فيها حاجة تعتبر حزينة. يعني والدي الله يرحمه كان عايش، أمي الله يحفظها ست حنينة جدا جدا جدا. أنا أخ أصغر لأخين أكبر مني فكانوا حمايتي. والدي كان مدير المدرسة اللي أنا فيها فيعتبر ليا ظهر. قعدت أسأل نفسي كتير ليه أنا بكره طفولتي. في النهاية غالبا وصلت للإجابة. والدي الله يرحمه عمره ما حضني. أبويا كان راجل متدين جدا وطيب جدا جدا جدا، كأنه كان راجل صعيدي وصارم. الجيل بتاعه كله كان كده شايف إن إظهار العواطف ده نوع من المياعة. ما ينفعش تحضن ابنك أو تقول له أنا بحبك. بعمل لك إيه يا حاج، أنا طفل حساس ومحتاج العواطف دي. افتقادي لحضن أبويا وأنا صغير حسسني تقريبا بيتم المشاعر. أيوة الحماية موجودة قدامي لكني مش لامسها. أنا بكرر تاني، والدي كان أحسن أب في الدنيا بس أنا كنت مفتقد حضنه. ده يفهمك أهمية الحضن. ضونوا أحبابكم يا جماعة، اوعى تبخل على بنتك أو ابنك بحضن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحضن أطفاله وبيشم ريحتهم. من كتر ما هو حنين صلى الله عليه وسلم كان بيشم ريحة أحفاده. الحضن ده هو الأمان، والبوسة دي قمة الحنان. اليتم مش لازم يكون تفسيره إن طفل فقد أبوه إن هو ميت. أنواع تاني من اليتم ممكن نكون مش واخدين بالنا منها، أهمها افتقاد الحنان. انت كل شوية حد يجي يلعب لك في دماغك ويقول لك بكرة يوم القيامة، وتيجي عليا مرعوب يا شيخ يا شيخ بكرة يوم القيامة. يا عم بكرة مش يوم القيامة يا عم، لسه في علامات ساعة الكبرى لسه ما فيش ولا علامة منهم حصلت. ثم انت يعني لما ظنيت ان بكرة يوم القيامة صليت؟ اتقربت من ربنا؟ ما انت ممكن تكون هتموت النهاردة وبكرة تبقى قيامتك فعلا. مش لازم تنتظر القيامة على الدنيا كلها عشان تقابل ربنا. ومصلية له. تعرف ان حرام عليكي تلبسي دهبك حتى لو لوحدك في البيت؟ طبعا ده في حالة واحدة مش في كل الحالات، في حالة الحداد والحزن على الميت. امبارح اتكلمت في الجزء الاول عن الموضوع ده، يا ريت ترجعي وتشوفيه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق 3 ايام، الا على زوج تحد عليه 4 أشهر و10. لازم في فترة الاحداد دي تبتعدي عن اي زينة. ما ينفعش تحط عطر او ميك اب او تكحلي عليكي، لان النبي قال ولا تكتحل. ليه اصلا ما الست ما ينفعش تعمل الحاجات دي؟ لان دي زينه. يا ستي بقول لك ما ينفعش تعملي الحاجات دي حتى لو لوحدك في البيت. ركزي معايا بقى. ما ينفعش تلبسي ثياب ملونه او فيها زينه. النبي قال ولا تلبس ثوبا مسبوغا. وهنا طبعا ما ينفعش انك تلبسي الذهب بتاعك حتى لو لوحدك في البيت. اخلعيه طول فتره الحداد. لازم تفهمي انك ما ينفعش تخرجي من البيت في فتره العده الا للحاجه. لو زوجك هو اللي ميت تقولي لي يا عم الشيخ ما انا بنزل اشتغل او بنزل اجيب طلباتي من السوق. اقول لك ما هي دي الحاجه اللي الفقهاء تكلموا عليها. واحدة استأذنت النبي ان هي تخرج في فترة العدة تشتغل في ارضها. النبي قال لها احصدي زرعك لعلك تتصدقين او تصنعي خيرا، يعني اذن لها. اصلا الشافعية والاحناف قالوا عماد العدة بالنسبة للمرأة هو المبيت في الليل، يعني خروجي في النهار براحتك طالما للحاجة لكن ترجعي تباتي في بيت. طب هنا في بعض النساء ودي مشكلة بتتكرر، بيبقى جوزها ميت وهي قاعدة لوحدها في البيت وخايفة تبات وعايزة تسيب بيتها وتنتقل لبيت تاني عند ولادها مثلا عشان تتونس بيهم. انا جاي ابشرك واقول لك ينفع عادي مفيش اي مشكله. فاطمه بنت قيس على ما اذكر استاذنت النبي في فتره عدتها تسيب بيتها لانها استوحشت المبيت فيه وتنتقل الى بيت اخر. اذن لها رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله. مش بقول لك ديننا دين يسر مش عسر. هي دي بعض احكام الحداد بالنسبه للمراه في الاسلام. لو انت فادك الفيديو ده يا ريت تكتبي في التعليقات، ويا ريت بقى تشاركي المعلومات دي مع غيرك.